السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلم أنك ترددت على الأقل مرة قبل الدخول إلى الفيديو طارحا السؤال على نفسك: هل فعلا كريستيانو رونالدو وقع في النصر السعودي؟ ثم ما الذي يجعل لاعبا عظيما مثل رونالدو ينهي مسيرته بهذا الشكل؟ أسئلة كثيرة لربما تطرحها كما نطرحها جميعا. الأنباء التي تأتي من السعودية تقر بإتمام الصفقة بشكل رسمي وانتقاله إلى نادي النصر السعودي في صفقة قد تصل إلى 200 مليون يورو في السنة. رونالدو في فترة هي الأصعب في حياته يختار اللعب في الدوري السعودي الذي نكن له فعلا كل الاحترام كواحد من أقوى الدوريات العربية، وأنه لشرف كبير أن يلعب لاعب من هذه الطينة في الأراضي العربية، وهو أحد أفضل أساطير كرة القدم. كريستيانو رونالدو يوقع في النصر السعودي، فما القصة؟ أهلا بكم في ملفات كورة. أصدقائي، أتمنى أن تشتركوا في القناة إذا لم تشتركوا بعد، واضغطوا زر لايك حتى تظهر الحلقة لجمهور جديد. قبل الخوض في تفاصيل الأمور دعونا نتفق أولا على أن كريستيانو رونالدو يستحق من الجميع الاحترام، سواء كنت مدريديستا أو برشلوني أو كيفما كان انتماؤه. ما قدمه هذا اللاعب لكرة القدم أمر خرافي ويصعب تحقيقه من لاعب آخر على الأقل في الأمد القريب. يكفي أن أقول لك صديقي أن كريستيانو رونالدو سجل مع ريال مدريد 450 هدف، 101 هدف مع يوفنتوس، و144 هدف مع مانشستر يونايتد، و119 هدفا مع منتخب البرتغال. لاعب سجل أكثر من 800 هدف في مسيرته الكروية. ألا يستحق هذا اللاعب نهاية مسيرة تليق بما قدمه لكرة القدم؟ ثم عندما ننظر إلى شخصية هذا اللاعب، وهنا أتحدث عن رأيي الشخصي، أجده أكثر لاعب كرة قدم حسما في العالم. لاعب بشخصية قوية جدا، مسؤول وقائد حقيقي. تتذكرون معي جميعا ما قام به في ريمونتادا فولسبورغ التي مهدت لريال مدريد للتربع على عرش دوري أبطال أوروبا. أعلم أن ذاكرتكم لن تخونكم، ونحن محبو الجلد المدور نجيد حفر الأحداث الكبرى في أذهاننا. في تلك الليلة ظهر كريستيانو رونالدو ليثبت للجميع أنه ملك مدريد الأول، وسجل هاتريك أعاد بها الملوك إلى القلعة الحقيقية التي يجيدون التربع فيها. لا أظن أن لاعبا واحدا كان قادرا على فعل ما فعله تلك الليلة غيره. ستقول لي يا سعفان، لقد كان الفريق قويا به أو بدونه، وقد كان لمدريد مدرب محنك اسمه زيدان. نحن متفقون على ذلك بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكن سأزيدكم من القصة حدث. هل نسيتم ليلة تورينو تلك عندما تأخر اليوفي بثلاثية كاملة أمام الأتليتي؟ من كان المنقذ حينها؟ ألم يكن هذا الرجل الذي كان بلغ من العمر عتية؟ رجل تجاوز 30 ب4 سنوات أو 5. هل فعلا يوجد لاعب قادر على تحمل المسؤولية بهذا الشكل وفي هذا السن؟ يبدو أنني كثير الأسئلة، لكنني أسألكم ليس طلب جواب منكم، ولكن هي أسئلة استنكارية علها توقظ الحس الكروي في كثير من ناكري جميل هذا الرجل الذي أعطى، والذي كان اللاعب رقم 1 في كل ناد يلعب له. ثم هل كان المنتخب البرتغالي قويا جدا بهذا الشكل الذي ظهر به مع رونالدو في المحافل الكبرى؟ والحديث هنا عن كأس العالم وبطولة أوروبا. ألم يكن في رصيد البرتغال سوى 3 مشاركات في كأس العالم، ومعه أضحى 8 مشاركات كاملة. معه بلغوا النصف النهائي في 2006، ومعه رفعوا كأس أوروبا في 2016 بفرنسا، ومعه رفعوا دوري الأمم الأوروبية، ومعه قاموا بمباريات كبيرة في كأس العالم وكأس أوروبا. واليوم حين بلغ من العمر 38 سنة رفضت الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى التعاقد معه. رفضت ليس لشيء إلا بسبب مشاريعها الرياضية التي لا تتناسب مع رؤية اللاعب من جهة أو خصاص النادي. فالبايرن لا يناسبه التوقيع مع رونالدو لأن إدارة البافاري ليس لها اهتمام بذلك، والأتليتيكو لا تناسب خطتها رونالدو، ودورتموند وغيرها من النوادي. فهل فعلا عرض كريستيانو رونالدو على هذه النوادي حقا، أم أن الصحافة العالمية والإسبانية خصوصا تقتات على كلمة رونالدو؟ ودعونا ندخل في صلب الموضوع إذن. وما يقع الآن لرونالدو هو شيء عادي ما دام الرجل بلغ من الكبر عتية كلاعب كرة قدم. طبيعي أن يحاول إنهاء مسيرته بالطريقة التي يريدها هو، فكما نعلم جميعا رونالدو لديه عقل استثماري أكثر من ميوله للمشاريع الرياضية مستقبلا. فقد قال في كثير من المقابلات الصحفية أنه يفضل الاستثمار في مشاريعه التجارية على أن يذهب للتدريب حين يعتزل. وعندما تقدم عرضا ب200 مليون يورو سنويا فالأمر قد يحسمه رونالدو. اليوم رونالدو يفكر بعقلية
المستثمر وليس بعقلية الشاب اليافع الذي يريد إثبات نفسه كرويا. بعد كل ما حققه في مسيرته الكروية فطبيعي أن يختار المشروع الذي يراه مناسبا وليس كرويا هذه المرة بل ماديا. كنت أظنها شخصيا شائعات الصحافة الإسبانية حين كتبت قرب توقيع رونالدو للنصر السعودي. إنكم تعرفون الصحافة الإسبانية وعلاقتها مع كريستيانو، العلاقة متوترة بل مشحونة تماما، وتحاول في كل رائحة خبر أن تصنع خبرا. هل فعلا مسألة صفقة كريستيانو إلى النصر مجرد كذبة كما قالت شقيقة كريستيانو رونالدو في حسابها على الإنستغرام؟ هل سالت كل تلك المداد باقتران كريستيانو بالنصر من أجل كذبة؟ الحقيقة أصدقائي هي لا، فالصفقة اليوم تبقى لها الإعلان الرسمي فقط، وهذا ليس كلاما. أكثر شخص موثوق بالنسبة لي وللكثيرين في عالم الصحافة، المختص الموثوق في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، على صفحته في الانستغرام يؤكد ذلك حين يقول أن النصر الآن يقترب من حسم صفقة رونالدو، والصفقة ستمتد إلى غاية 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويا. وهكذا ينتهي حلم المدريديستا بعودة الملك إلى بيته، بعد أن قرأنا في كثير من الصحف والمواقع تسجيل ابن كريستيانو رونالدو في مدرسة مدريد من جديد. كما قرأنا أيضا خبر أن إدارة ريال مدريد قدمت عرضا لكريستيانو رونالدو لتعويض بنزيما الذي يعاني من إصابة، وتحتاج الريال إلى مهاجم ولن تجد أفضل من كريستيانو رونالدو. كلها أخبار قرأناها وتمنينا أن تحدث ليتم لم شمل الدون كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، لكن تسير الرياح بما لا تشتهي السفن كما يقال. الحقيقة الآن هي أن صفقة كريستيانو رونالدو قد حسمت وبشهادة الصحافة والإعلام السعوديين، ونتمنى لدون مسيرة رائعة مع النصر السعودي الذي يستحق هذه الصفقة. أرجو أصدقائي أن تخبروني برأيكم في الصفقة في التعليقات، وهل هي نهاية سعيدة للاعب أعطى الكثير لكرة القدم؟ أنا أنتظر تعليقاتكم أصدقائي، وأتمنى أن يعجبكم هذا الكونسيبت الجديد. ما القصة؟ هو كونسيبت جديد سنحاول ما أمكن أن نحلل ما يقع من أخبار وغيرها وقصص اللاعبين أيضا، وأتمنى أن تروق لكم الحلقة. إذا أعجبتكم الحلقة وأعجبكم الفيديو اضغطوا زر لايك حتى تظهر الحلقة لجمهور جديد وينضم إلينا في قناة ملفات كورة. ألقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم.